الصينيين القدماء لما حبوا يحصنوا بلدهم ويعيشوا في امان بنوا سور الصين العظيم. اعتقدوا ان محدش هيقدر يتسلقه، لكن للاسف خلال ال100 سنة الاولى بعد بناء سور الصين اتعرضت الصين ل3 غزوات، وفي كل مرة العدو ما كانش محتاج يتسلق السور او يقتحمه، لان ببساطة كانوا بيدفعوا رشوة للحارس ويخشوا من الباب، لان الصينيين انشغلوا ببناء السور ونسيوا بناء الحارس. بناء البشر اهم من بناء الحجر، واحنا للاسف مش بعيد قوي عن الصين. احنا مش عارفين نبني اسره. المفارقه بقى ان في بيوت فيها اسر وفي اسر مش لاقيه بيوت زي اهالينا في العشوائيات، وفي نفس الوقت في قصور جواها اسر مهدومه. حتى القصور فيها قصور. اصل المساله مش مساله فلوس ولا ماديات ولا مستوى تعليمي ولا اجتماعي. في مقوله بتقول اذا اردت ان تهدم حضاره في 3 وسائل: هدم الاسره، هدم التعليم، اسقاط القدوه. كي تهدم اسره عليك بتغيير دور الام، اجعلها تخجل بوصفها ربة منزل. وكي تهدم التعليم عليك بالمعلم، لا تجعل له أهمية في المجتمع، قلل من مكانته حتى يحتقره طلابه. وكي تسقط القدوات عليك بالعلماء والمفكرين، اطعن فيهم، قلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لا يسمع ولا يقتدي بهم أحد. فإذا اختفت الأم الواعية واختفى المعلم المخلص وسقطت القدوة، فمن يربي النشء على القيم؟ ازاي الحال بقى؟ مش ده بالنص اللي حصل عندنا فعلا؟